السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمرو فايز، والنهاردة هنعمل تورتاية حلوة. هي تاني اوردر ليا في القناة. هي تورتاية لحد عزيز عليا جدا. بس صدفة بقى، معلش، ان طبعا ربنا يديها طولة العمر. صدفة ان قبلها بيوم كان عيد ميلاد امي الله يرحمها، فطلعت فيها كل الحاجات اللي انا بحبها. ان شاء الله التورتاية تعجبكم، خليكم بس معايا وان شاء الله الدنيا تبقى سهلة. بحبك يا أمي. اول حاجه هنقول بسم الله. دي السبونج اللي انا عملته ده سبونج جاهز. هسيب لكم الطريقه في صندوق الوصف. انا برضو مرضتش ان الفيديو يبقى طويل معاكم. هبتدي اقطعها 4 طبقات. تاني حاجه بقى هنعمل الحشو. دول كوبايتين موز فراوله، هيتحطوا قدامهم كوبايتين ميه من الحنفيه عادي، مش بشرط يكونوا ساقعين. موز الفراوله حلو جدا للحشوات. بالنسبه بقى لكذا حد قبل كده قال لي على السكريبر ده، انا جبته بكام؟ دول الكيس بيتباع ب15 جنيه في درب البرابرة. ده بيتم التجليس بيه التورتاية، وبقدر اسحب من عليه الكريمة، بيبقى سهل جدا يعني. بالنسبة بقى نرجع لموس الفراولة. الموس ده بيكون في منه 3 أنواع: موس فراولة وموس فانيليا وموس شوكولاتة، طبعا على حسب الحشو اللي انتوا حابينه. هو كطعم وريحة بيبقى حلو جدا جدا، أحسن كمان من الكريم شانتيه بالنسبة للحشوات. بس هبتدي بقى اضرب الاول بسرعة قليلة لغاية لما كل الخليط يتجانس مع بعض، علشان بس الدنيا ما تعفرش معايا وانا بشتغل يعني بالمضرب. بعد بقى ما بيبتدي يتجانس مع بعض بعلي السرعة لغاية لما اللون بقى اللي انتوا شايفينه ده هيفتح والسمك بتاعه يتقل. هتجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا، لان الموز ده بيبقى مميز شوية في التورت، من ريحة من قوام، بيخلي التورتاية ثابتة، القطعة بتطلع قطعة بالظبط. وده هتشوفوه شفتوه في الصورة اللي انا حاططها بره، ان ازاي مقسم التورتة كده، زي بقى ما انتم شايفين المنقار ده اللي بيطلع من الموس، وبقلب الطبق ما بينزل. بجيب بقى البورد اللي انا هجلس عليه التورتاية او البورد بتاع التقديم، بحط عليه موس علشان يمسك التورتاية بالطبق، ما تقدرش تتزحلق مني. نيجي بقى بعد ما حطينا اول قطعة، لو فيها مشكلة يعني ما تقلقوش، هي مش بتبان يعني ما فيهاش اي مشكلة، هي بتتدارى طبعا. هنزل بقى بأدام عندي بقى كمبوت وهحشي بكمبوت، هسقيه بمية الكمبوت. بتدي طراوة برضو للكيكة، ولو ان الكيكة بتبقى طرية جدا، بس عشان برضو لو اتشالت في التلاجة كتير الدنيا تبقى متظبطة، ما تبقاش ناشفة. بجيب بقى كيس تلاجة عادي، مش بشرط يكون كيس حلواني، وبحط فيه الموس وبنزله كده او بفرده بطريقة عشوائية، مش بشرط. علشان بس نحط الطبقة التانية. وبعدين بقى بجيب الكمبوت اللي انا مقطعه صغير، ده كمبوت خوخ. طبعا التورتاية دي هتبقى 4 طبقات، فانا برضو بحط الخوخ، وببقى عامل حسابي ان يعني ان كل كمية هتكون في كل طبقة. التورتاية دي كانت مقاس 26، طبعا بعد التجليس هي بتوصل ل 28 مثلا. هنزل بالطبقة التانية وهعمل يعني نفس الطريقة اللي انا عملتها. هصب برضو الكمبوت الخوخ. لو مفيش كمبوت خوخ هنبتدي نسقي بايه؟ بنجيب كوباية مية وعليها كوباية سكر، وبنحطهم على النار لغاية لما السكر بيدوب كويس جدا. وبعدين أول ما بطفي بعصر نص عصرة ليمونة. أنا هسيبه بس يغلي لمدة 5 دقايق، أنا مش عايزه يبقى عامل زي الشربات، أنا عايزه خفيف. هعصر نص عصرة ليمونة، وبعدين أحط مثلا ظرف فانيليا علشان الريحة، وبنسيبه يبرد، وبنحطه في الإزازة أو بنحطه في فرشة، مفيش مشكلة، وبنسقي بيه، بيبقى برضو طعم حلو جدا جدا. أنا كنت ساقي التورتاية اللي فاتت بالسيرب. هبتدي بقى أنزل وهكذا كل طبقة هحط فيها، يعني هنزل الطبقة هحط عليها أسقيها، وبعدين هنزل عليها بالسيرب، وبعدين هنزل عليها بالكمبوت. تمام. موس بقى الفراولة، بالنسبة لي أنا ما بحشيش بالكريمة. الكريمة ما في، أنا ما عنديش فيها أي مشكلة، هي حلوة جدا. ممكن يكون الموس أرخص جنيه، بس الموس بيديني مثلا الكوبايتين
الموس هيدوني كمية، لو انا جبت الكريم شانتيه هيديني كمية اكتر، بس ما بتبقاش في الثبات زي الموس. يعني هي دي شايلة دي. يعني انا لو حطيت كريم شانتيه هيديني كمية كبيرة، انما دوت ممكن يكون اقل منه جنيه في السعر، بس كميته بتبقى قليلة محدودة شوية، ما بيرميش زي الكريم شانتيه. هنحط بقى القاعدة بتاعة الصينية او القاعدة بتاعة التورتاية هي اللي من فوق، عشان بتبقى مستوية جدا ونقدر نشكل عليها براحتنا. طبعا بقى بسقيها كويس لان دي اللي بتبقى كانت قريبة من النار. هسيبها بقى في التلاجة طبعا، بس ايه بحط كده في الحتت الفاضية وبشدها بالسكريبر وبحطها في التلاجة لمدة ساعتين لغاية لما تمسك نفسها وتبقى كويسة، ونرجعها بقى علشان نشتغل تاني مع بعض. لقيت بقى في الكيس اخر حبة موس، قلت مش مشكلة يعني حرام هيترموا. جلست بيها كده من فوق ومن الجناب. الحركة دي انا بستفاد منها ايه؟ بستفاد ان لو في اي حتت من الكيكة او طبعا شايفين ان الكيكة بيطلع منها نقط كده، دي بتتجلس بيها. فانا لما اجي احط الكريم شانتيه مش هيطلع لي اي فتافيت من التورتايه او من الكيكة على الكريم شانتيه. انا هدخلها طبعا التلاجة زي ما قلت لكم لمدة الساعتين، بس طبعا بنضف بالمنديل كده كل الحاجات اللي باظت مني. ده بقى شكلها قبل ما ادخلها التلاجة. شايفين اي ديفو اتلم من الجناب، علشان بقى تطلع ماسكة نفسها كده كويس من التلاجة ونشتغل على نظافة. نيجي بقى للكريم شانتيه، كده عدى الساعتين. هنزل بكوباية سكر عليها كوباية ونص مية متلجة، زي ما انتم شايفين كده في تلج في المية. وهبتدي اضربهم بس كده لمدة مثلا 50%، مش عايز السكر يدوب كله. ليه ما بستخدمش سكر بودر؟ لانه بحسه انه بيمط كده، عامل زي المارينج مثلا. هنزل بقى ده ربع كريم شانتيه خام، برضو من مستلزمات الحلواني او من العطار، ما بجيبوش اللي فيه سكر. وبنزل عليه بظرف فانيليا برضو زيادة للريحة. وبحط عليه معلقتين كريم باستري. الكريم الباستري ده بيخلي الكمية زيادة شوية، بس بيبقى تقيل وبيبقى حلو وبيدي مزازة كده وطعم حلو. هبتدي برضو اضرب على سرعة قليلة لغاية لما الموضوع يتجانس معايا كويس، وبعدين هبتدي اعلي درجة السرعة. طبعا بالنسبة للكريم شانتيه او الكوبايتين بتاخد كوبايتين مية، ومعلقتين الكريم باستري بياخدوا معلقتين مية، بس ما بزودش مية قوي. بزود مية لو عوزت، علشان بس ما زودش المية بنفس المقدار وانا ما اضمنش ان هيشرب نفس المية ولا لا. فانا بزود مية كل شوية كده. يعني الكوبايتين خدوا كوبايتين مية، والمعلقتين كريم باستري خدوا معلقتين كريم باستري. هبتدي اضرب لغاية لما الحجم يتضاعف، وابتدي اطلع برضو المضرب الكريم ما ينزلش منه، واقلب الطبق برضو الطبق او الكريم ما ينزلش من الطبق. تمام. هبتدي بقى اضرب كده كويس. طبعا زي ما انتم ما شايفين زودت برضو ربع كوباية مية. العين كده بتبقى ميزان، يعني كل حاجة انتم شايفينها يعني ولا تبقى طرية ولا تبقى ناشفة، علشان بس التجليس. هبتدي بقى اضرب كده كويس. طبعا لو عندكم لبن بودر بتحطوه مع مثلا معلقة لبن بودرة، برضو بتدي طعم. وطبعا في ناس بتحب تضرب الكريم شانتيه بلبن، بس انا شايفه او بفضله بالمية احسن. بعد بقى ما طلعت التورتايه من التلاجة زي ما انتم ما شايفين، عايزه اوصل لكم انها مسكت نفسها يعني، ما حطيتهاش حتى في الفريزر، هو كان في التلاجة. بعدين بقى هفضي جزء من الكريم شانتيه على في كيس تلاجة. طبعا لو عندكم كيس حلواني افضل، مفيش مشكله، بس الاتنين بيؤدوا نفس الغرض. وهبتدي اغطي الجناب ومن فوق. طبعا انا هغرقها كلها، وبتبقوا مطمنين لان التورتايه نفسها ما بتاخدش كريمه اكتر ما هي عايزه، يعني مش هتاخد كريمه اكتر ما هي عايزه. برضو شفتوا في الصوره من بره ان الكريمه كانت حجم واحد بس في التورتايه لما قطعت من الجناب ومن فوق. فما تقلقوش، كل ده بيتدارى وبيتظبط. هو بس انتوا جمدوا قلبكم واشتغلوا والدنيا هتبقى حلوه ان شاء الله. هبتدي بقى ايه بعد ما اخلص كده الجوانب كلها، هبتدي بقى انزل من فوق كده شويه. وبعد بقى ما اخلص هبتدي بقى اخد كل الكريمه اللي في الكيس ابتدي احطها، وبالسباتيولا برضو اخد من اللي في الطبق. يعني انا عايزها كلها تبقى كريمه، وبعدين اشيل الزيادات براحتي.
طبعا بقى هبتدي كده اساوي. طبعا مش ده الاداه اللي انا هبتدي اسحب بيها زي السكرابر كده اللي انا وريته لكم. لا، انا بس ايه، عايزه اشوف كده الدنيا هتبقى ماشيه على التورتايه ازاي. هزود كيكه، يعني هزود كريمه تاني، هنقص. هبتدي بقى ابدل بقى ما بين الاسباتيولا دي دلوقتي، وهمسك السكريبر. بس قبل ما بمسكه، الطبق البامبا اللي انتوا شايفينه هناك ده فيه ميه سخنه، علشان اقدر انضف السكريبر، وعلشان يديني سطح ناعم ما بيكونش فيه اي تعريجات. هبتدي بقى امسك السكريبر كده، هختار بقى اي واحده منهم. وهبتدي بقى ايه، امشي كده على الجناب، ابتدي اساوي الدنيا. طبعا بقى لو لقيت اي نقرة، اي حاجة، هبتدي اخد من الكريمة تاني واحطها. طبعا انا بفضي الكريمة دي نظيفة. ليه نظيفة؟ لان انا حطيت الموس الاول لما كل الفتافيت. طبعا لو انتوا هتعملوا دي على طول، مش الكريمة اللي هتطلع مش هتحط في نفس الطبق. انا برجع الكريمة في نفس الطبق لان هي نظيفة، ما فيهاش فتافيت خالص، واخلصها اروح حاططها في الطبق. طبعا انا معايا 4، هستخدم منهم 3 بس، لان في واحدة مشرشرة دي بتبقى للجناب، بتخلي برضو الشكل لطيف. طبعا بقى ايه، زي ما انتم ما شايفين بليتها بمية سخنة، وهرجع كده للجناب. انا اثبت الجناب كلها الاول احسن، وبعدين ابتدي بقى اظبط السطح بتاع التورتايه. هو الموضوع ممكن ياخد صبر شوية، لان احنا عايزين السطح يكون حلو. هبتدي بقى من فوق، هاخد من بره لجوه، وانيم كده السكريبر شويه على التورتايه. طبعا بقى انتوا ممكن، يعني انا بقعد وقت برضو، ممكن اقعد 10 دقايق، 13 دقيقه، في ان انا اظبط الشكل بتاعها. ولو ان كده كده هي مش بتبان قوي، بس قلت يلا مش مشكله، لازم برضو الواحد يعمل حاجه تكون كويسه. هبتدي بقى اخد كده من فوق، وطبعا لازم تكون الحاد، يعني الجوانب بتاعتها حاده. فهبتدي برضو اخد من فوق من بره لجوه، وابتدي اخد برضو الجناب. لو لقيت اي نقرة في التورتاية هاخد كريمة تاني احطها عليها، وبرضو قلتلكوا مش هتاخد اكتر ما هي عايزة. طبعا بقى المناديل دي هتكون جنبي، لازم امسح كده الجوانب، لان طبعا هتبان من في التورتاية في الاخر. هبتدي بقى انضف كده الجناب، زي ما انتم ما شايفين الحمد لله هي برضو على قد ما قدرت ان هي مظبوطة من الجناب. انا ما كنتش عارف لسه هعمل لها ايه. ما كنتش عارف لسه هعمل لها ايه. فقلت مش مشكلة، أنا كنت فاكر إنها هتبقى بيضة، وبعدين قلت مش مشكلة. كان الوقت ده كانت الساعة 5 الفجر، طبعا المحلات كلها قافلة، فكنت لازم أحط بقى حاجة من فوق. كنت هعمل مروار. هحط لكم برضو المروار في صندوق الوصف، بيبقى برضو شكله حلو لو عايزين تزينوا بيه التورتاية. فقلت بقى مش هسكت، رحت عامل بقى الجناش الاقتصادي الجميل ده ب3 مكونات بس. برضو عشان الفيديو ما يبقاش طويل، حطت لكم الطريقة بتاعته في صندوق الوصف، هترجعوا له هيعجبكم جدا جدا جدا. بعمل بيه كده دريب كيك من الجناب، او شلال شوكولاتة من الجناب، بتبقى سايلة، ما بتبقاش منتظمة، يعني انا بسيبها كده تسيل زي ما هي ما عايزة. وطبعا لو نزلت حاجة على البورد ببتدي انضفها، وباخد الباقي بحطه من فوق او من سطح التورتايه. عايزينه يبقى اتقل من كده، لان انا حاطط عليه معلقه كريم شانتيه. عايزينه اتقل من كده، ممكن بتسيبوه في التلاجة. هو بيمسك سنة صغيرة، ما بيجمدش، يعني هو مش زي الشوكولاتة الخام، لان هو اصلا ما فيهوش شوكولاتة. طريقته هتعجبكم بأمانة، وان شاء الله تجربوه برضو وتكتبوا لي في الكومنتات. ببتدي بقى اوزع كده من فوق بالسباتيولا كده، بس بالراحة علشان ما اخدش منها على من الكريم شانتيه. نسيت اقول لكم، معلش انا اسف. انا بعد يعني الخطوة بتاعة تجليس التورتة، دخلتها في الفريزر لمدة نص ساعة. مسكت كويس جدا عشان لما انزل الجناش ده يبتدي يمسك عليه. بس برضو وانا يعني بمسح كده الشوكولاتة من فوق او الجناش، ما بقاش قاسي شوية على الاسباتيلا، علشان ما طلعش او محفرش التورتاية من فوق. وبعد برضو ما بخلص الجزء اللي انا بعمله ده، هشيلها تاني في الفريزر لمدة نص ساعة علشان تمسك نفسها كويس. طبعا احنا دخلنا دلوقتي في حر شوية. هبتدي بقى اداري كده كل اي ديفو من فوق.
زي ما انتم ما شايفين ده المنظر بتاعها وبتلمع قوي. هنيجي بقى للتزيين. ده كيمو كونو، ده انا جايبه من محل في درب البرابرة اسمه الاريزونا. ده بيتباع بالكيلو عادي. بتاخدوا بقى اللي انتوا عاوزينه. ده كان ربع كيلو. هبتدي بس افتح بيه، وفي شوكولاتة على الجنب كده بيضة في احمر، وده كريسبي الوان، وده سكر فضي وذهبي مع بعض. وطبعا بعد بقى ما طلعت التورتايه من الفريزر نص ساعه، طبعا بقى هرشق فيها الكيمو كونو بالتساوي كده. طبعا هي بتمسك، هتبان دلوقتي انها ازاي بتمسك. هي سهله لان انا بحطها في الجزء اللي فيه كريم شانتيه فبتخش لجوه، لان طبعا انا حاطط طبقه محترمه من الكريم شانتيه. هبتدي بقى ارشق كده زي ما انتم عاوزين. اي شكل انتم حابين تعملوه ممكن تعملوها كلها كيمو كونو، عايزين ترشقوا من فوق برضو ده حسب الذوق، براحتكم جدا. جبت بقى شوكولاته فلوتس كده، ابتديت ان انا اطلعها وهرشقها في الجناب. انا بعتذر لكم جدا، الفيديو ده باظ مني، فلو حد حتى يقدر يساعدني الفيديو هيفضل معايا. الجزء بتاع التزيين ده ممكن ارجعه واعدل لكم الفيديو تاني، ما عنديش اي مشكله. بعتذر لكم جدا مرة تانية. حطيت الورد السكر، وحطيت اللي هي الكور دي اللي هي الشوكولاتة، ورشقت المصاصات بشكل عشوائي، وابتديت انزل بالكريسبي اللي كان موجود على الكيمو كونو من الجناب ومن فوق. طبعا ان شاء الله هتقبلوا اسفي. جبت بقى الورق ده، دول 5 مع بعض بيتباعوا. مكتوب عليه كلمة امي. هو ما طلبش مني طبعا ان انا احطها، بس هو علشان عيد ميلادها، فحبيت انها تفرح باسم امي ده، وهم طبعا يفرحوا بمامتهم. ابتديت بقى احط الستيكر ده او الورق ده بشكل عشوائي، مفيش اي مشكلة. طبعا انا لو في حد يقدر يرجع لي الفيديو يشغله، او في برنامج يقدر يشغله، مفيش مشكلة، هعيد لكم الفيديو مرة تانية. ورشيت عليه من فوق السكر اللي هو الفضي والذهبي، بس ما بانش على الجناش اللي انا عامله. يعني هبتدي اجربها لكم في حاجة تانية، وان شاء الله لونها يبان. وبكده المفروض التورتايه الحمد لله خلصت. وبكده تكون الحمد لله التورتايه خلصت، والحمد لله عجبت الناس جدا، واللي كلوها عجبتهم جدا 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 الحمد لله. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا. هستأذنكم، بس لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة. المقطع اللي بعد ده وانا بحطها في العلبة واوريكم. دي بقى الكرتونة بجيبها من الاريزونا ب 15 جنيه برضو من درب البرابرة، علشان لو التورتايه دورين تشيلها كويس جدا. بس بقى كده، ويا رب الفيديو ان شاء الله يعجبكم. استنوني بقى في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.